فينك ظريفة؟ لك فترة مالك حس فقدتك. والله يا بخيتة لي فترة متضايقة، ما أدري وش أقول لك. قولي لي أنا صديقتك، إذا ما قلتي لي تقولين لمين؟ والله مثل ما تعرفين كل البنات اللي بعمري تزوجوا إلا أنا، وما يحتاج أقول لك عن شروط أهلي، من نفس القبيلة، موظف، متعلم، مثقف إلى آخره. لقيتها، مالك إلا أم حديبان. ومن هي أم حديبان؟ خطابة مشهورة بالإنستغرام، هذه اللي بتجيب لك نفس المواصفات اللي انت تبينها. أبشرك أم حديبان لقيت لك واحد فيه كل المواصفات اللي انت تبينها، من قبيلة كبيرة ومتعلم ومثقف ووظيفة يلا من فضلك، لا وفوق هذا كله بعد راعي دين وما يترك صلاة المسجد. ياي وناسة يا بخيتة، أخيرا بتزوج. المهم اسمعي، هالحين برسل لك حسابها، تقول لازم تحولين لها 5000 ريال قبل العقد، وبعد توقيع العقد 5000 ريال. تمام؟ تمام. حياك الله يا ولدي، ما تعرفنا على اسمك. الله يبقيك يا عمي، أنا اسمي مطحس، أنا رجل أعمال كبير ومعروف في قبيلتي. والله يشرفني يا عمي إني أطلب يد بنتكم على سنة الله ورسوله. حياك الله يا ولدي مطحس، بس ما قلت لنا وش نوع تجارتك، في إيش تاجر؟ والله شوف يا عمي، أنا أتاجر في عطايا الله، ألبل عطايا الله، أبيع واشتري في ذا الورعة واطلع معهم واتنقل من مكان لمكان. قالوا لنا انك دارس ومتعلم. صحيح صحيح يا عمي، اي والله انا دارس ومتعلم ومتثقف، انا اكثر واحد متعلم في قبيلتنا. عوال عمي كلهم ما حد درس منهم شيء، اما انا يا طويل العمر والسلامة معايا شهادة رابع ابتدائي، وبيلي وحدة ترضى تنقل معايا من مكان لمكان. زوجاتي كلهن ما يرضن، مدلعات يا بن بيوتهن. متزوج؟ اي نعم متزوج 3، وادور عن الرابعة، الحمد لله على سنة الله ورسوله، وعندي خير كثير ليش لا. ابي الوحدة تنقل معي في الصحاري والقفار. الحقي علي يا بخيتة، المهرس طلع لا هو دارس ولا مثقف ولا موظف، وفوق هذا كله اسمه مطحس. الخطابة انصبتنا يا بخيتة، كلميها لازم ترجع 5000. والله ما أدري وش أقول لك يا ظريفة، بس الخطابة كل ما أدق عليها يقول لي هذا الجوال ليس في الخدمة. الظاهر إنها غيرت الرقم، شكلها نصابة، ما أدري وش أقول. الله يعوضك خير يا ظريفة.